السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الرضا على حبايب قلبي ومتابعيني. النهارده بقى يا حبايبي جيت لكم بايه؟ بروتين جديد وطاقة مستخبية جديدة كده. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. نسمي ابو الرحمن ونشوف هندخل الفيديو بتاعنا هنعمل ايه. هتعملي ايه يا ام لمار؟ هنعمل مع بعض روتين جامد كده يا حبايب قلبي، تشجيع كده مع بعض. يلا قومي بقى تشجعي كده وايه، وما تكسليش، وقومي اعملي ايه اي حاجة وراكم. بدأت كده بقى. اول حاجة دخلت على اوضة ابني يا حبايب قلبي. شايفين اوضة الولاد طبيعي ان هي تكون متكركبة ومتبهدلة غير اوضة البنات خالص. تمام. وبالذات كمان دي كلنا بننام في الاوضه دي اساسا علشان خاطر طبعا التكييف وكده. فالدنيا ايه بايظه، كل واحد ايه جايب له ركنه كده في جنب ونايم زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى ننضف كده يا حبايب قلبي من على الوش. مش هنجيب نغير ملايات ولا اي حاجه، لسه مغيره الملايه نظيفه. فهننضف بس الايه من على الوش كده حبايب قلبي. وهنلم الهدوم بتاعته دي نحطها في الغسيل ونرتب بقى ايه مكان النومه بتاعتنا. تمام يا حبايبي. يلا بقى كده ايه تشجعوا معانا كده وقوموا اللي وراه اي حاجه يعملها. وقمت بقى طبعا ايه لقيت النيشه متطرب كده، مسكته برضو ايه نفضته تنفيض كده سريع يا حبايبي، علشان خاطر ايه التراب ايه ما يتكومش عليه وما يترقمش عليه. وكنست بقى الاوضه بتاعتنا كده. شايفين الجمال؟ شايفين قبل وبعد؟ اهو يا حبايب قلبي. في ثواني كده قومي اتحمسي كده واعملي اللي وراكي. قلت بقى ايه اوريكم المنظر الجميل ده واصبح عليكم بالمنظر الجميل ده. دخلت بقى يا حبايب قلبي على اوضه البنات. شايفين اوضه البنات رايق، عايزه ايه تنفيضه بس بسيطه خالص. اهو رتبت برضو المكتب بتاعهم كده. وهنمسك بقى الايه السرير برضو هنفضه تنفيضه بسيطه خالص. انا قلت لكم مغيره الملايات، فمش ايه مش هنشيل الملايات، هنسوي السرير بس كده اهو. شايفين البنات مريحه عن الصبيان. ربنا يخلي يا رب ويعطي كل مشتاق يا رب العالمين. المهم يا حبايبي ايه هنشيل بقى ايه كل حاجه كده نعينها مكانها، وننفض لهم ايه السرير كويس ونرتب الدنيا كده. يا رب يا حبايبي روتيناتنا تكون بتعجبكم، فيديوهاتنا بتعجبكم وتنول رضاكم. نفض كده بقى الايه الكومودينو اللي جنب السرير كده، نفرش المفرش تاني. واللي ما حطش لايك يحط لايك ويشترك في القناة اللي ما اشتركش، ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. يلا كده يا حبايب قلبي شجعونا كده علشان خاطر ايه قناتنا تكبر بيكم. بحبكم وبدعمكم ربنا هيكرمنا ان شاء الله ونوصل بيكم اهو. طبقت الكوفرته كده على السرير. بعد كده بقى ايه هنشيل المشاية اللي على الارض دي او السجاده اللي على الارض. شايفين كميه التراب اهو. كل يوم من ده والله يا حبايب قلبي. نفض الدولاب كمان كده. بعد كده بقى نشيل الايه السجاده ونكنس الارض معاكم اهو. طبعا الارضيه الاسمنت دي حبايب قلبي مهما تنضفي فيها ومهما تعملي مش بيبان عليها نظافه، من اقل حاجه بتتبهدل وبتتطرب اهو. هنكنسها برضو كنسه كده. الحمد لله على كل حال. ربنا ييسر الامور ان شاء الله ونبلطها باذن الله. هنشيل بقى الايه الكومودينو كمان ونكنس تحت منه اهو.
دي زعافة كنت بعمل السقف اهو كمان. لو فيديوهاتنا بتعجبكم بقى ما تنسوش اللايك اهو. خلصت كده يا حبايبي، كنست، وبعد كده ايه فرشت السجاده بتاعتي، وهنطلع بقى ان ايه ندخل على الايه اوضه المجلس. ايوه ندي بخه كده ايه لزوم الايه البرستيج، لزوم لزوم التاتش الاخير اهو. تحسي كده بنت عاش لما تعملي الايه المعطر كده، ان انت انجزتي حاجه، ان انت خلصتي. بحب انا اللحظه اللمسات الاخيره دي خالص اهو يا حبايبي. جبت بقى هنا استعنت ببنوتة القمر، ربنا يخلي يا رب البنات، واللي مش اللي ما بتحبش البنات الله يسامحها، واللي بيحب البنات ربنا يعطيه يا رب، اللهم امين اهو. بنتي وحبيبتي ونور عيني. كانت الله يرحمها ست تقول ليه اللي سعدها زمانها جابت بناتها قبل صبيانها. شفتوا اهو معايا ايدي بايدها، شالت معايا الكراسي كده. هنبدأ بقى ايه تنفيض عميق كده في اوضه المجلس اهو. ونجيب بقى كده من تحت السجاد كده يا حبايب قلبي، شايفين التراب اهو. العملة دي انا بعملها كل اسبوع يا حبايب قلبي اهو، لان طبعا بقى مش كل يوم هنشيل الكراسي ونشيل وننظف، لا بننظف برضو من على الوش، بس طبعا ايه بنعمل كده كل اسبوع، وكل اسبوع اوضة بعمل فيها كده تمام. يعني ايه مثلا النهارده عملت الصاله تنظيف عميق وكده، بنفض الاوض عادي، نفضت الاوض تنفيض عميق وكده، ومن تحت السراير وشلت المراتب والكلام ده، بعمل ايه بنظف الصاله عادي. فاهمني؟ يعني ايه بخلي مثلا معايا كل يوم غرفه او اوضه ان انا اعملها ايه تنفيض عميق كده، ما بتقلش على نفسي، علشان خاطر ايه طبعا ايه لسه الاكل وكده، فعشان اليوم يكفي يعني اهو. وبرضو ما جيش على نفسي ولا على صحتي. فطبعا ده كان يوم بقى الايه اوضه الاستقبال او المجلس. فبدات بقى ايه انضف فيها كده، شلنا الكراسي بتاعت الانتريه كلها ونضفناها ونقلناها من مكانها، وكنسنا مكانها كويس، وشلنا السجاد حرف السجاد كده وكنسناها ونضفناها. بعد كده بقى جينا على ايه على مكان السفره، نفس الكلام، نضفنا الكراسي ونفضناها كويس اهو زي ما انتم شايفين اهو. شلنا كل حاجة بقى كده، وبعد كده بقى ايه هنكنس برضو نفس الطريقة اهو شايفين. وكل اسبوع بننضف، شايفين التراب، كمية التراب عاملة ازاي، الله المستعان. طبعا هتقولي لي ما بتشيليش السجاد ليه؟ اقول لكم السجاد ده بقى بيتشال بقى مثلا كل شهر، كل شهر ونص مره، لان طبعا السجاد تقيل جدا، وانا مش هقدر طبعا اشيل كل الحاجات دي واطلعها بره واشيل السجاد والكلام ده، فروتين يعني تاني خالص. موضوع شيل السجاد ده حاجه تانية خالص اهو. السجاد كبير يا حبايب قلبي وتقيل عليا، فما بنقدرش ايه ان احنا نشيله على طول باستمرار اهو. لكن بنشيله كده وبننضف تحت منه وبنعدله تاني اهو.
خلصنا كده يا حبايب قلبي، ورجعنا كل حاجه زي ما هي زي الفل اهي. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم بقى الفيديو حبايب قلبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. اهو بدأت بقى ايه، نفضت الحفاظات برضو كويس، كنت غسلاهم، جبتهم بقى كده وفرشتهم يا حبايب قلبي اهو. ونرش بقى اللمسة الأخيرة كده حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.